رسالة التجار الذين يأكلون أموال الناس بالباطل برفع الأسعار وبيع المنتهيات وبيع الأشياء المحرمة. فمن باع دخانا أو قاتا أو شمة فهذا باع شيء محرم، فلا يجوز له أن يبيع ذلك، وهو من غش المسلمين من الغش. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: التجار هم الفجار، وليس غالبا أو كلهم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وقال صلى الله عليه وسلم: التاجر الأمين في الجنة. الاحتكار مذموم، الغش والخديعة في النار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لا يبالي التجار في هذا المجتمع، في هذه الأمة، في هذا الزمان. تجد بعض التجار يكتنزون المواد الغذائية إذا علموا بمشكلة أو غير ذلك من الأمور. أليس هذا من الظلم؟ أليس هذا من الخطأ؟ أليس هذا من العار؟ أليس هذا من غش المسلمين؟ الحذر أيها المسلم الكريم.